كاينه لعنه كتبع المنتخب المغربي فين ما مشى، سميتها ضربات الجزاء. ماشي مره ماشي جوج، ولكن ثلاثه البطولات والنهايه ديما نفس النقطه، نقطه الجزاء. كنوصلوا كنتقاتلوا كنطيحوا كنفرحوا الشعب، باش نفرحوا البشر ومن بعد كتحبس المباراة ويبدا الرعب. وقفه قدام الكره ثواني كيوليو بحال السنين، الانفاس كتحبس والدعاء طالع من كل دار مغربيه. كنقولوا هاد المره غادي نفكوها، هاد المره اللعنه غادي تسالي، ولكن الكره ما كتدخلش ولا الحارس كيتصدى والحلم كيطير. ثلاثه البطولات ونفس السيناريو كيعاود راسو بحال الكابوس. كيقولوا الحظ، ولكن واش الحظ كيظلم المنتخب ثلاثه المرات بنفس الطريقه؟ ضربات الجزاء ما بقاتش غير تقنيه، ولات عقده، ولات خوف، ولات لعنه ساكنه في العقول قبل الارجل. ورغم هذا الشيء كامل المغرب كيرجع كيحاول، ما كيستسلمش، حيت اللي ما كيوصلش لنقطه الجزاء ما كيحش بهذا الوجع وما كيكونش قريب من المجد. اللعنه ما غاديش تبقى للابد، حتى اقصى عقده كيجي نهار وكتحل، وحتى اقصى وجع كيتبدل الفرح. وغادي يجي داك النهار اللي نقطه الجزاء غتولي نقطه خلاص، وغتحول الدموع لصغاريت. حتى يجي داك النهار غادي نبقى واقفين ورا المنتخب، حيت المغرب قدروا يطيحوا ولكن ما عمرهم غادي يهرسوا.